السلام عليكم يا شباب. هنكمل النهاردة باقي النظام المحاسبي، ومحاضرة النهاردة هنتكلم عن دفتر يومية النقدية، أو تقدر تقول لو حضرتك رحت شركة وانت المسؤول عن الخزنة فحابب ان انت تعمل شيت اكسل بسيط عشان دايما تطابق شيت الاكسل بالخزنة او الموجود فعلي في الخزنة. طيب افترض هنا ان انا زودت الخزنة ب1,600,000 عن طريق إذن استلام نقدية رقم 87، وده حصل يوم 1/1/2019. هبدأ إن أنا في الرصيد هقول له يساوي رصيد بداية الصندوق أو الخزينة، انتر. طيب اللي جاي ده مهم جدا جدا. هعمل دلوقتي معادلة الترصيد، اسمها معادلة الترصيد أو حاجة كده اسمها الزجزاج. طيب يعني إيه الترصيد؟ أنا عايز أقول الإكسل لو في أي حاجة زادت في الوارد، أي رقم زاد في الوارد زود لي الرصيد، لو في أي رقم اتحط في الصادر فنقص من الرصيد، وهكذا. طيب أقول له هنا يساوي الرصيد السابق بتاعي زائد الوارد ناقص الصادر على نفس الخانة اللي أنا واقف عليها. ما اطلعش اخد الوارد والصادر من فوق، على نفس الخانات اللي أنا علمت عليها، وادوس انتر وابدأ إن أنا أسحب المعادلة. طيب تعال نجرب، تعال نقول مثلا إن أنا دخلت الشركة 20,000. الإكسل بدأ يحسب رصيد. بعد كده طلعت من الشركة أو طلعت فلوس 40,000. الإكسل بدأ يحسب لك الرصيد. طيب تعالى في الآخر نعمل بوردر، تبويب هوم، هبدأ أقول له all borders. وكده أنا عندي شيت خزنة أقدر إن أنا كل يوم أطابق بيه بمنتهى البساطة.